ننتقل دلوقتي لمرحلة مهمة جدا، وهي مرحلة ترتيب البيت الداخلي للمشروع، ودي لازم تتم على مدار المشروع كله from start to end. طيب القصد بيها ايه ترتيب البيت الداخلي؟ ان نبقى احنا جاهزين لكل الاجراءات القادمة بشكل استباقي. اول نقطة واهم نقطة اللي انا بعتبرها بامانة زي مركز لدعم اتخاذ القرار، وهي البيبر وورك لوج. يعني ايه؟ البيبر وورك لوج ده اللي بيعمله الدوكيمنت كنترول بتاع المشروع او المسؤول بتاع ضبط مستندات الموقع. ده بيعمل جدول لكل اكتيفيتيز البيبر وورك، مجدوله بتواريخها وترتيبها. البيبر وورك بتاع البروجكت فورم اللي بينظم الاي ارات والار اف اي والشوب درونج سبميتال وات ايفر، كل المراسلات المختلفه دي او كل السبميتالز دي لما بتتقدم بقدمها امتى وبترجع لي امتى، بيبقى لها لوج موحد لكل نوع من الدوكيمنت دي، لان هي في الاخر بالفعل بتعتبر ذاكره المشروع، وزي ما قلت في الاول مركز لدعم اتخاذ القرار. طب انا بستفيد منها ايه على المستوى القريب؟ اول حاجه بتقيم لي فريق العمل بتاعي في كفاءته. كل مهندس عمل كام اي ار اترفض، خد وقت قد ايه، وات ايفر، الجوده بتاعت شغله قد ايه، ده بينعكس عليها في الحاجات. طب ما بين الاستشاري، كفاءة العمل بتبان قوي في الورق ده من اعتماداته المباشرة او من رفضه الكتير. النقطة الثانية المراسلات جزء من البيبر وورك، ولكن انا حطيتها في بند لوحده، واعني هنا الجزء الخاص مع المالك والاستشاري، لان ده اللي بيساعدني في حفظ حقوقي انا التعاقديه لو حصل اي منازعات في اخر المشروع من في او او كليمز او غرامات تاخير او وات ايفر. النقطه دي في منتهى الاهميه، فلما تتنظم كويس واحنا كاداره مشروع نهتم بيها، ما نسيبش حاجه اوبن خالص مهما كان طلبات المالك او الاستشاري، او لو حسينا حتى ان هي جائره وظالمه علينا لازم نرد بتحفظ على هذا الظلم. حتى لو ما قدرناش نصلحه في توقيته لازم نسجله كريكورد. في المنازعات في الاخر قد نحتاج هذه الورقيات لاهميتها الكبيره. في ليست كده بقى، انا بعت للمالك جوابات ايه بمواضيع ايه بتواريخ ايه، مقابلها ليست بالعكس اللي جاي لي من المالك. التعاملات او المراسلات بيني ما بين ادارتي بتحسسني او بتثبت لي مدى السبورت اللي اتعمل لي من ادارات الشركه للمشروع. كمان محتاج من التيم بتاع تنفيذ المشروع ان يبقى ريكورد باي فوتوز، محتاج صور كتير من زوايا واحده، من نقط ثابته مستمره في المشروع. كتير هيقول لي ما الصور بتتحط في الريبورتات وبالذات المانثلي ريبورت، انا مش عايز دي، بس انا مش مكتفي بدي. سي لو عندنا المشروع مثلا فيه 30 فيلا او 30 عماره او 30 وحده منفصله، انا محتاج فايل لكل وحده. الفايل لكل وحده ده بيساعد في حاجات كتير قوي، منها اثبات حقوق، اثبات الكواليتي بتاعت المكان ده، حتى مع متابعتي لمقاولين الباطن. لا قدر الله لو حصل تصليح او ديفو او اي حاجه انا بحتفظ بدي. بيعتبر الذاكره الحيه المصوره، زيها زي اللوج بالظبط لكل حته في المشروع. الكلام ده لو اتنظم بشكل كويس هنحتاجه برضو قدام، سواء لاي منازعات مع المالك او ريكورد لينا احنا ممكن يتحط في ليسون ليرن كتيره جدا لشركتي في المستقبل. النقطه الاخيره لترتيب البيت الداخلي هو الاهتمام الكبير بتحضير اول باول مستندات تسليم المشروع اللي بتتم في اخر المشروع، لكن اهمالها او تركها او تاجيلها لاخر المشروع قد يسبب مشاكل كتير. طب ايه البندين الرئيسيين اللي احنا نقدر على مدار المشروع نسلمهم او نهتم بيهم ونحضرهم من البدايه؟ الاسبلت درونج لاي بنود انا تم تنفيذها بشكل تام هعمل لها على طول الاسبلت. تنفيذي ده على طول بيحقق لي هدفين مهمين جدا. اول حاجه اي تغيير اثناء التنفيذ بيبقى بكومنت على لوح الشوب دروينج يعني باي هاند او في الاي ارات او في اي دوكيمنت بتجيلي، لازم تنعكس على الاسبلت، وبالتالي انا بحتفظ بحقوقي واقدر اصرفها اول باول. ثانيا الزميل اللي عمل الشوب دروينج في الاول للايتمز دي هو اقدر واسرع واحد انه يعمل لها اسبلت سريع. كل الهيستوري معاه، اللوحه معاه، هو اللي عاملها بايده، اي تعديلات بسيطه طفيفه يقدر يعملها على طول وتبقى الناتج منها سريع.
وتتراجع وتتشال لغايه التوقيت اللازم بتاعها. البند الثاني اي اعمال خاصه باختبارات او توريد معدات لها ضمان او تيستنج او كوميشننج، ده بيتشال اول باول برضو عشان نسلمه للمالك في نهايه المشروع بجداول الصيانه باختبارات الضمان. احنا بكده مش هنحاول ما نطولش مرحله التسليم النهائيه اللي هتؤدي نجاح سريع ان شاء الله للمشروع. كده انا هنا مرحله التنفيذ، الحمد لله كل البنود خلصت، الحمد لله اتسلمت. نوصل بقى لمرحله تسليم المشروع كوحده متكامله، ودي المرحله الثالثه اللي هنشوفها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. زي ما احنا عارفين كلنا ان زكاة العلم نشره. اذا كنت شفت في الفيديو ده معلومة او قيمة مضافة لاي زميل او جروب تقدر تفيده بيها، ما تنساش تعمل منشن او شير. ما تحرمنيش انا وانت ان احنا نشاركوا هذه المعلومة ونستفيد كلنا. اشوفكم في الفيديو الجاي.